اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده عندنا فيديو من الاخر او فاخر من الاخر. يعني ايه فاخر من الاخر يا ام احمد ده؟ يعني عندنا اكله سمك متينه، يعني هنغسل شويه مواعين كتيره، يعني حاجات كتيره مع بعض، هتبل 3 4 مرات واغير هدومي، مش مشكله ايه يعني. بصوا بقى، انا بعمل السمك ازاي. هنمشي خطوه خطوه مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله. يعني انا مش مسرعه الفيديو جامد، بس علشان الوقت، يعني انا منزلاه بس يعتبر ما جابش ال10 دقايق يعني، بس علشان ما تزهقوش مني يعني. تعالوا بقى شوفوا بقى اختكم ومطبخ اختكم عامل ازاي. عاوزه اقول لكم دي مواعين يومين. طب انت معفنه ما دخلتيش ما دخلتيش المواعين ما دخلتيش المطبخ ليه بقالك يومين يا معفنه يا منتنه؟ لا والله مش معفنه ومنتنه ولا حاجه، بس هو انا ابني الصغير كان تعبان، فما كنتش دخلت المطبخ بقالي يومين. كان هو اصلا يعني طبيعي اي عيل صغير بيتعب بيمسك في مامته وكده، فهو كان ماسك فيا ولا كنت عارفه اتحرك. والحمد لله انا كنت بعرف اعمل لهم بس اكل عشان يسكتوا يعني ويعرفوا ياكلوا بس. فالمهم دخلت المطبخ، بدأت ان انا طلعت اللهم صل على النبي، بدأت ان انا اطلع السمك من الفريزر. حطيته من غير ميه، بحبه يتفك من غير ميه، في صينيه كده زي ما انتوا شفتوا بره، لحد ما عقبال ما اخلص المواعين. يعني انا بقى قعدت في المواعين دي قد كده. اوعوا يغركم بس تك 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 في ثواني كده، لا انا مسرعه الفيديو جدا، بالذات في المواعين دي، لانه كان كتير وقصه شويه حاجات كتيره جدا. والله انا غسلت مواعين كتيره قوي. المهم عقبال ما خلصت المواعين كان السمك فك. انا بقى بحب ايه؟ بحب ان انا اطلع السمك لوحده كده يفك بالراحه من غير ميه. حضرت الخضار بتاعي اللي انا هحتاجه كله. طلعت التوم برضو من الفريزر، بيبقى متفرز في الفريزر، طلعته. وبس. بدأت بقى ان انا اغسل المواعين. انا بحب اشطف الحاجه شطفه كده بس واحده، واغسل الحوض، وارجع بقى ايه احط الحاجه نظيفه تاني في الحوض، بحيث لما اجي اشطف يبقى اشطف كله مره واحده ايه على نظافه بس. هتشوفوني بقى دلوقتي وانا بعمل السمك. نضفته كويس جدا. عندي فرشة كده صغننة بتاعت اسنان، كنت جايباها صراحة مخصوص. عندي 2 يعني صغيرين، كنت جايباها مخصوص للحاجات يعني. بنضف بيها الفراخ. بصوا إذ فجأة غمضي عينيكي وفتحي عينيكي لقيتيني ايه غسلت دولت وبشطفه على طول. وانا بقول لك انا سريعة دي سرعة في الاداء. بس عايزه اقول لكم الدنيا بقت غاليه جدا والله العظيم. ما اعرفش الاسعار رايحه بينا لفين. بس مش هناكل يعني، العيال دي مش هتاكل. هنعمل فيها ايه؟ هم المظلومين والله، العيال دي هي اللي مظلومه بس مش اكتر. الاولاد الصغيره اللي طالعه للدنيا دي هي اللي مظلومه في الدنيا اللي احنا فيها. عايزه اقول لكم انا ما اشتريتش حاجه جديده من ساعه ما اتجوزت. ها، كل الحاجات بتاعتي دي قديمه، كل ده على قديمه. 10 سنين كل ده على قديمه، ما اشتريناش حاجه جديده خالص. بس ان شاء الله هشتري بقى حاجات جديده كده معاكم. عشان نغير طبعا بقى، مش هتفضلوا في نفس على فكره الميه دي نظيفه. هو حد يقول لي انتي بصوا الميه نظيفه، لان انا غاسله الحوض اصلا الاول قبل ما اعمل اي حاجه. والحوض نضيف اهو زي الفل، وانا بحب اغسل بقى فيه الحاجات تكون نظيفه كده بس. فالميه اللي كانت جواها دي ميه نظيفه. خلاص يا بنتي، المواعين بقى يا بنتي. وشفتوني وانا بحلف الازازه في الاول، الازازه بتقولي ارحميني والله خلصت ارحميني، لا لازم ت... ميه كده وتترجي عشان تنزلي كل اللي فيكي. والله ما عتقاكي. الحله كانت سخنه ملهلبه وانا عادي، ما بصوا ما فيش مبالاه، لا مبالاه. عايزه اقول لكم الليفه اللي انا ماسكاها في ايديا دي نينجا، قسما بالله الليفه دي نينجا. نينجا ازاي بقى يا ام احمد؟ نينجا ان هي فيها سلك اصلا، الليفه دي فيها سلك اساسا، فحلوه جدا يعني. بتلمع الحاجه. البتنجان اللي اتغسل وما اتعملش بابا غنوج ده كنت مطلعه عشان اعمله بابا غنوج وما اتعملش. ما لهمش نصيب ياكلوا بابا، تعبت خلاص زهقت. هفضل ماليش نفس انا ولا ايه مع نفسي كده شويه وبعدين. خلاص يعني مش لازم بابا غنوج لو ما اتاكلش جنب، لازم طبعا السمك لازم جنبيه بابا غنوج وطحينه. بس ماشي خلاص ما فيش مشكله، تعبت ما قدرتش اعمل بقى، اقطع نفسي. رحت شايلهم تاني، حتى هتشوفوا في الفيديو هقول لكم ده. لا بصوا انا هنا كنت غيرت هدومي اهو بعد ما خلصت المواعين. خلصت المواعين وغسلت الخضار. قلت لا كفايه بلل بقى كده، انت عايمه في بحر اسمه عايمه في بحر الايه، عايمه في بحر الغدر عايمه في البحر. لا مش غدر ولا حاجه، بس عايمه يعني ما اتبليت كتير الصراحه. فقلت لازم اغير بقى، والجو برد بقى اصلا، وانا لازم البس حاجه خفيفه كده علشان اعرف اتحرك. هفضل لابسه الجلابيه تقيله والدفايه والروب
هتلاقي نفسك بقى بردتي وهتفضلي متكتكه كده. فلا، مسافه ما بتغيري بس الحاجات التقيله اللي لابساها دي وتلبسي خفيف وتقومي تتحركي، خلاص بتلاقي نفسك يعني بقيتي كويسه. بس وده البصل بتاعنا، بقطعه يعني اي تقطيعه عاديه، وزمانه دلوقتي اتحط على النار يعني، فاهمين؟ هو دي غمضي عينيكي وفتحي هتلاقيه احمر، وهنسقط فيه الرز يعني. الجزره دي كانت لزين، ها زين ابني الصغنن ده، الجزره دي كانت لي، بقول لكم دي راح عليه واقف تحت رجلي اصلا. انتوا لو تسمعوا الصوت بتاعه ده كده حاجات كده، ايه اللي انا بقوله ده بس؟ مش مشكله بقى، احنا هنبقى اخوات بقى مع بعض عادي بقى، نبقى اخوات بقى عادي بقى. يا رب القناه بس بتاعتي تعجبكم، واللي مش مشترك فيها يشترك. قناه ايه يا بنتي؟ قناه ايه؟ متابعه يعني، اعملوا لي متابعه، اعملوا لي متابعه يا جماعه. ماشي، اعملوا لي متابعه. بصوا بقى الخلطه دي بقى، على فكره التوم ده كان متفرز، ها التوم ده متفرز وانا مطلعاه من الفريزر. هنا قطعت مش قطعت، بشرت جزر، قطعت قوطه، وحطيت عليها ملح وفلفل، مش فلفل، ملح وكمون اهو، ملح وكمون وكزبره، وشويه فلفل، ملح وكمون وكزبره، وشويه فلفل وشويه خل. دي بقى الدقه دي بقى، الدقه دي على فكره يا جماعه حماتي اللي كانت عاملاها لي، عباره عن توم وفلفل بس فقط لا غير، وبتحط فيها شويه زيت عشان يحفظهم يعني. الصراحه هي اللي كانت عاملاها. خدت منها، حطيت منها اهو في الطبق، ركزوا في الحته دي، خدت طبق بره خارجي حطيت فيه نفس المكونات بس ما عدا الفلفل، قصدي ما عدا اللهم صل على النبي، ما عدا الجزر والقوطه. ده هتبل بيه السمك عادي يعني. انا خدت دلوقتي اهو في الطبق الصغنن ده حبه من الفلفل اللي في البطرمان، فلفل والثوم اللي في البطرمان، وحطيت عليهم نفس البهارات اللي هما ملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه الخل، تبلت بيهم السمك وايه وخليتهم يعني على جنب دلوقتي عشان نشوي ونقلي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ولما السمك هنشوف بقى الخلطه اللي هناك اللي في الطبق الاخضر دي هنعمل فيها ايه. فكروا كده، قولوا لي في الكومنتات كده هنعمل فيها ايه دي. ولو وصلت لحد هنا صلي على الرسول، كومنت حلو منك كده ولايك بتاعي. حطوا لي اشيائي، دي اشيائي، الحاجات دي اشيائي. ايه هي اشيائك بقى؟ اشياء اللي هو اللايك والكومنت والشير. بسرعه 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 نعمل السمك. بصوا انا سريعه جدا زي ما انتم شايفين، ده مش انا مش مجريه الفيديو ولا حاجه، لا دي سرعتي عاديه. دي السرعه بتاعتي، لا طبعا. لا طبعا انا مش هيرو انا. بس وانتظروا مني كل جديد ان شاء الله، ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها تعجبكم. وقولوا لي لو عايزين روتين في الشقه نعمل روتين مع بعض في الشقه، عايزينه مطبخ بس برضو انا معاكم يعني، على حسب اللي انتوا هتطلبوه وانا معاكم. على فكره ده مش محروق والله، السمك ده مش محروق. شفتوا بقى الخلطه بقى نعمل فيها ايه بقى اللي انا عملتها؟ ام جزر وقوطه وملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه خل وشويه توم بفلفل اهو، حطيتها تحت السمك اللي اتشوى وفوق السمك اللي اتشوى. عايزه اقول لكم بتخليه طري، بيشرب من طعمها، بيبقى حلو جدا وبيبقى زي القمر. اللي اتبقى بقى مني شويه الله الله عليك يا بنتي يا نوره، الله عليك يا بنتي يا نوره وعلى سفرتك، الله عليك وعلى جمالك. عملت طبق سلطه على فكره باللي اتبقى من الخلطه دي، قطعت قوطه وفلفل، قطعت قوطه وفلفل وخيار مع الخلطه، شويه الخلطه اللي اتبقى دولت، والله شويه سمك كانوا في منتهى الجمال، والرز اهو طالع مفلفل وجميل جدا. قولي لي تسلم ايدك بقى، قولي لي تسلم ايديكي، عشان الفيديوهات اللي جايه بقى ايه تعجبكم كلها ضرب نار. يا رب الفيديو يعجبكم ونور رضاكم، ومع السلامه. سيبكم تسمعوا صوت الخرفشه.